أقامت جمعية نحالي كربلاء التخصصية بالتعاون مع الحكومة المحلية احتفالها السنوي بمناسبة اليوم العالمي للنحل. الاحتفال الذي شهد مشاركة أكثر من 100 نحال من مختلف المحافظات تضمن الافتتاح معرضا منتجات العسل المحلية وأدوات تربية النحل. على الياسر والتقرير الآتي. بالتزامن مع اليوم العالمي للنحل، أقامت جمعية نحالي كربلاء التخصصية التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات التعاونية الفلاحية مهرجانها السنوي بالتعاون مع حكومة كربلاء المحلية، وبمشاركة أكثر من 100 نحال من مختلف المحافظات العراقية، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية النحل في حفظ التوازن البيئي وتعزيز الأمن الغذائي. المؤتمر هو يجمع نحالين العراق من الشمال إلى الجنوب، ولما لأهمية القطاع النحل في العراق، حيث هذا القطاع من القطاعات المهمة جدا، وهناك كثير من النحالين امتهنوا هذه المهنة بسبب المردود الاقتصادي الجيد. وحقيقة النحل هو من القطاعات المهمة جدا باعتبار لا إنتاج زراعي بدون نحل. النحل إضافة إلى المنتجات اللي هي العسل المشهور عن العسل والمنتجات الثانوية الأخرى، فهو عنصر رئيسي بتلقيح النباتات وزيادة الإنتاج كما ونوعا. المهرجان تضمن كلمات من مختصين وممثلين عن القطاعات الزراعية والبيئية، ركزت على أهمية حماية النحل من التهديدات البيئية المتزايدة وعلى ضرورة دعم هذا القطاع المهم، كما شمل عرض فيديو تثقيفي حول فوائد النحل ومكانته البيئية، ومعرضا لمنتجات العسل المحلية وأدوات تربية النحل. اليوم حقيقة مادة العسل مادة أساسية في المادة العراقية، لكن نشوف الاهتمام بها ضعيف من قبل الحكومة المركزية. اليوم حكومتنا المحلية برعاية السيد المحافظ، الرجل أقام هذا المؤتمر برعايته هو وجمعيتنا النحالية وجمعيات الفلاحية، جمعنا كل نحالي العراق اللي تبادل الفكرات اللي بيناتهم أو القضايا اللي خاصة الفنية اللي بيناتهم، وجمعة حقيقة تشيد وتطور من هذا العمل. احنا النحالين العراقيين عائله واحده سرنا والحمد لله، وهي تجمعنا النحله الصغيره المباركه اللي هي تلقح 70% من عيش للانسان، لرزق الانسان. نشكر اهل كربلاء ونشكر النحالين كربلاء وسيد المحافظ كربلاء لانه استقبلونا استقبال حر في بيتنا الثاني الكربلاء، ونشكر الجميع، وان شاء الله كل نتعاون بإنجاح مهنة النحالة المباركة في العراق العظيم. هذا المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية النحل في النظام البيئي وتحفيز المجتمع على أهمية حماية هذا الكائن الذي يشكل ركيزة من ركائز الأمن الغذائي. لقناة كربلاء الفضائية، علاء الياسري، كربلاء المقدسة.